ده يبقى بيتر باركر، او زي ما انتوا عارفينه سبايدر مان، البطل الخارق اللي كلنا بنحبه. وطبعا عرفنا قبل كده هو ازاي بقى بطل خارق، ان هو عضه عنكبوت من حوالي 5 سنين. طبعا بقية القصة كلنا عارفينها وبطولاته وحمايته للمدينة. بنسيب بقى سبايدر مان في حربه مع الاشرار ونروح نتعرف على بطلنا النهاردة، واسمه مايلز موراليس. مايلز كان طالب في المدرسة، وباباه كان قائد الشرطة. كان رايح النهاردة لسه لأول مرة مدرسة جديدة مختلفة عن مدرسته القديمة، وواضح إن هي مدرسة أنضف بكتير ومستواها أعلى. طبعا مايلز ما كانش فاهم إيه اللي بيحصل في الأول، والدنيا ما كانتش ماشية معاه مظبوطة. بس الحاجة الوحيدة الحلوة اللي بتحصل له في المدرسة الجديدة دي إن في بنت بتتكلم معاه، وبيبدأوا إن هما كده يلاقوا بعض. بعد ما بيخرج من المدرسة بيروح لبيت عمه، وعمه ده بقى عكس باباه بالظبط، ده الفرع الفاسد في العيلة ومقطع السمكة وديلها. مايلز كان بيحب عمه جدا وبيقعد يتكلم معاه كتير، وكمان بيحكي له على البنت الجديدة اللي هو اتكلم معاها في المدرسة. وعمه ساعتها بيفضل يديله نصايح صغيرة كده علشان يقدر ان هو يتعرف عليها. الاتنين كانوا بيحبوا ان هما يرسموا جرافيتي على الحيطان، وعمه بياخده في مكان لسه مكتشفه جديد كده علشان يرسموا سوا. وهناك في المكان الغريب دون بنشوف ان في عنكبوت مشع بيقرص مايلز موراليس، واللي بسبب العضة دي بيروح البيت وهو كان تعبان. ولما بيصحى من النوم بيلاحظ ان بقى فيه تغيرات كتير في جسمه. بيروح للمدرسة وبيتكلم مع البنت، واللي بيطلع ان اسمها جوين. بيحاول ان هو ينفذ توصيات عمه اللي قاله عليها، وان هو يلمس شعرها من الجنب كده، بس بيتفاجئ ان ايده بتلزق في شعرها. مهما حاولوا ان هما يشد ايده او يشد شعرها منه ما كانش راضي ان هو يطلع، وما كانش فيه غير حل واحد، ان هما يقصوا لها شعرها. ومن ساعتها بقى بيلاقي ان حياته اتقلبت خالص، وان ظهرت له قوه خارقه وبقى بيقدر يمشي على الحيطان. لحد ما هو قاعد في اوضته كده بيمسك مجله لسبايدر مان، ولما بيقرا مراحل التحول بتاعته فيها بيفهم ان دي نفس المراحل اللي هو بيعدي بيها. ما كانش عارف يتكلم مع مين لانه عمه كان مسافر في الفتره دي، فبيروح بسرعه لكهف المترو اللي هو اتقرص فيه علشان يعرف ايه اللي حصل. بيروح هناك وفعلا بيلاقي العنكبوت اللي قرصه، بس كان في حاجه غريبه كده بتحصل. وبيشوف ساعتها البطل الخارق سبايدر مان وهو في الشغل وبيحارب وحش ضخم. واول ما سبايدر مان بيشوفه بيفهم ان في حاجه مش مظبوطه، وان هو عنده قوه خارقه زيه. بس سبايدر مان ما كانش فاضي ساعتها، لانه كان بيحارب الوحش دون علشان ما يعملش البوابه اللي هو عايز يعملها. ودي بوابه بتفتح للعوالم التانية، ده على افتراض ان هم في ارض معينه، ان في اراضي كتير كل دي ابعاد ممكن تتفتح على بعض من خلال البوابه دي. سبايدر مان بينجح ان هو يوقف الجهاز، بس كان اتصاب جامد من الوحش. وقبل ما يموت بيدي مايلز الفلاشة دي، بيقولوا ان هو باستخدام الفلاشة دي هينجح ان هو يفجر الجهاز علشان ما يستخدموهوش تاني. وبعدها مايلز بيشوف الراجل الضخم الشرير دون وهو بيقضي على سبايدر مان. الشرير ده وكان اسمه كينج بين بيلاحظ مايلز ان هو موجود، وبيبعت وراه واحد من رجالته علشان يخلص عليه هو كمان. بيجري بسرعة مايلز قبل ما الشرير ده يقبض عليه، وهو كان بيجري وراه وكان شكله غريب كده. بس في الاخر بينجح مايلز ان هو يهرب منه. خبر سبايدر مان بينتشر في كل الجرايد والصحف، والناس كلها بتعرف. وكمان ساعتها بتظهر هويته الحقيقيه، وان هو يبقى بيتر باركر. بيروح مايلز بعدها المحل من اللي بيبيع الملابس التنكريه، وبيشتري الزي بتاع سبايدر مان. بيحاول ان هو يتدرب زي سبايدر مان علشان يشوف القوه بتاعته، وكل مره كان بيقع وقعه جامده. ما كانش فاهم هو المفروض يعمل ايه، فبيروح بالليل المقابر علشان يقف قدام قبر بيتر بارك. كان قاعد بيتكلم معاه وبيقول له ان هو مش هيقدر يعمل اللي هو عايزه منه، وان هو مش بطل خارق زيه، ومش هيعرف ان هو يساعد الناس ويحارب الاشرار، وان للاسف انا مش هعرف ادمر الجهاز اللي انت عايز تدمره بالفلاشه اللي انت اديتها لي دي. بس وهو واقف كده فجأة بيلاقي بيتر ظهر من وراه. بس اللي هو ما كانش عارفه بقى ان ده مش بيتر باركر اللي مات، او مش بيتر باركر بتاع العالم بتاعه، ده كان بيتر باركر بتاع عالم موازي وارض تانية. وبيشرح لنا بيتر باركر الجديد دون ان اثناء ما هو قاعد في بيته عادي كده بتظهر البوابة الكونية دي وبتاخده منها. بيجي البوليس بعدها علشان يشوف ايه اللي بيحصل، ومايلز بيشيل سبايدر مان التاني دون وبيهرب بيه بسرعة. بياخده بيروح على بيت عمه اللي كان سايب البيت ومسافر. بيحاول بيتر ساعتها ان هو يهرب منه، بس بنلاقي ان جسمه بيحصل له حاجات غريبة كده ومش منتظمة. مايلز بيطلب منه ان هو يفضل معاه لانه محتاج مساعدته في تدمير البوابة دي. بس للاسف الفلاشة اللي كان سبايدر مان اداها له قبل ما يموت كانت اتحرقت. بعد ما بينجح مايلز ان هو يقنع سبايدر مان الجديد دون ان هو يساعده، بيروحوا للشركة اللي كانت مسؤولة عن الجهاز اللي بيعمل العوالم الموازية دي،
او البوابه اللي بتودي ليها يعني. كانوا بيحاولوا ان هم يتسحبوا ويخشوا جوه علشان ياخدوا جهاز الكمبيوتر بتاعهم. وهناك الدكتوره اللي جوه بتشوف سبايدر مان وبتعرف ان هو بيتر باركر برضه، وبيظهر لنا قدرات جديده لمايلز من ضمنها الاختفاء. وفي مفاجاه كبيره بقى، الدكتوره اللي كانت موجوده دي بتطلع هي دكتور اوكتافيوس، وبتطلع بايديها الكتير دي وبتحارب بيتر باركر. بعد شويه شقلبه كده بيقدروا ان هم ياخدوا الكمبيوتر ويهربوا منها، وهي بتجري وراهم وبتطاردهم بره الشركه. بره بقى اللي بينقذهم وبيلحق الجهاز اللي معاهم سبايدر وومن، واللي بتظهر لاول مره. وبعد شويه بنعرف ان سبايدر وومن اللي قاعده بتتشقلب دي تبقى جوين صاحبته للمدرسه، وبيحكوا لنا ازاي هي اتحولت لسبايدر وومن في العالم بتاعها برضه، واللي اتقرصت فيه برضه من عنكبوت مشع. بتتحول لسبايدر وومن وبتقعد برضه تقوم بأدوار الأبطال الخارقين، لحد ما في يوم زي بيتر باركر التاني كده بتتفتح البوابة دي مرة واحدة وبتسحبها للعالم ده. ومن ساعتها وهي متنكرة أكنها من العالم ده، وعلشان كده راحت المدرسة. بيلموا بعض كده ومايلز ما بيلاقيش مكان إن هما يروحوه غير بيت العمة ماي، واللي هي تبقى عمة سبايدر مان أو بيتر باركر بتاع العالم ده اللي هو مات خلاص. وطبعا بتتفاجئ لما بتشوف بيتر باركر التاني دون، بس بيفهموها ان هو من عالم موازي، وهي بتبقى متقبلة الوضع ده بس متفاجئة بشكله. بتنزلهم على طول المختبر بتاع بيتر باركر، واللي كان موجود فيه كل البدل بتاعته، وتحت بيلاقوا نسخ كتير من سبايدر مان، كل نسخة كانت من عالم موازي تاني بأشكال وأنواع مختلفة. الخنزير واللي طالع من الانمي واللي شكله ابيض واسود، بيتجمعوا كل سبايدر مان دول وبيتكلموا مع بعض. وكانوا شايفين ان مايلز هو المفروض اللي هينقذهم ويرجع كل واحد العالم بتاعه. بس المشكله بقى ان مايلز ما كانش عارف يستخدم اي قدره من القدرات بتاعته اللي لسه مكتسبها. بيتضايق مايلز من كده وبيروح على الشقه بتاعه عمه. كان بيكتب رساله لعمه وكان هيسيبها له، بس بيتفاجئ ان الشرير اللي كان بيجري وراه في القطر دخل المكان عليه. بيستخبى بسرعة مايلز علشان يشوف ايه اللي هيحصل، وبتبقى صدمة حياته لما الشرير ده بيقلع القناع وبيطلع ان هو عمه. الشرير بيكتشف وجود مايلز في البيت وبيحصل ما بينهم مطاردة، وده لان مايلز كان لابس القناع وما اعلنلوش ان هو يبقى ابن اخوه. بيقدر مايلز ان هو يهرب منه وبيروح بسرعة هناك عند بقية سبايدر مان، بيحكي لهم عن اللي حصل وان الشرير ده طلع عمه. في الوقت اللي بيوصل فيه رجالة بيج بين دون علشان يقتحموا المكان وتدور ما بينهم معركة كبيرة، واللي بتوصل في الاخر ان الشرير دون بيمسك مايلز موراليس وكان هيقتله وما كانش يعرف ان هو لسه ابن اخوه. ساعتها مايلز ما كانش قدامه غير ان هو يقلع القناع. طبعا عمه بيتصدم ان هو مايلز وما بيرضاش ان هو يقتله. ساعتها بيجي رئيس العصابة دي وبيضربه بالنار يقتله. وقبل ما يموت مايلز كان خد جثته وهرب بيها بعيد، وهو بيطلع في الروح بيتكلم مع مايلز وبيعتذر له على كل اللي هو عمله. في الوقت اللي بيوصل فيه باباه الظابط وكان مفكره ان هو اللي قتل اخوه، ومايلز بينجح ان هو يخلي باباه ما يشوفش وشه وبيهرب منه. بقية سبايدر مان بيروحوا علشان يواسوه من اللي حصل دوت، وبيقولوا له ان هو مش هيعرف يجي معاهم في المهمة بتاعتهم دي، بس هو كان مصمم. فبيتر باركر بيضطر ان هو يربطه في الكرسي بالخيط بتاعه علشان يمنعه ان هو يجي. بعد ما بيمشي الباقيين دول علشان ينفذوا المهمة، مايلز بيسترجع ذكرياته مع عمه، وبيقدر ان هو يتحكم في قوته الجديدة دي ويدمر الخيوط اللي كان مربوط بيها دي. بيروح بسرعة على المكان بتاع بيتر القديم وبياخد بدلة من بتوعه، في الوقت اللي المجموعة كانت وصلت للمكان اللي فيه الجهاز بتاع البوابة اللي هم عايزين يرجعوا منها كل واحد للعالم بتاعه. طبعا جوه المبنى ده بيحصل ما بينهم وما بين رجالة الشرير ده معركة كبيرة. ساعتها بيوصل مايلز واللي كان قدر ان هو يتوصل ويتحكم في كل قوته، وكلهم كانوا منبهرين ازاي قدر يعمل كده بسرعة. وبينجح ان هو يهزم الدكتور اوكتوبوس دي ويوصلوا للمكان اللي المفروض يحطوا فيه الفلاشة علشان يبوظوا الجهاز ده. بيودعوا بعض ساعتها لان كل واحد فيهم خلاص هيرجع للعالم بتاعه من تاني. بيوصلوا في الاخر ان مايلز كان موجود مع بيتر باركر بس، والباقيين كلهم روحوا. بس بيظهر ان رئيس الشركة الشرير دون لسه ما ماتش. بيتر بيقرر ان هو هيروح لوجهه، بس مايلز بيقول له لا، ده مهمتي انا وانت ارجع للعالم بتاعك. بيقول له احنا فقدنا بيتر باركر مره ومش هنفقد العالم بتاعك بيتر باركر التاني، وبيزق هو في البوابه بتاعته. بيروح مايلز بعدها علشان يحارب الرئيس ده لوحده. بيروح بعدها سبايدر مان علشان يحارب الراجل الشرير دون. بيج بين كان قوي جدا هو كمان، وكان قادر ان هو يحارب سبايدر مان. وبنعرف وهما بيتخانقوا كده هو كان عايز يعمل البوابه دي ليه، وبيطلع ان هو كان عنده عيله زمان والعيله دي ماتت، فكان عايز يفتح البوابه دي لعالم من اي عالم من العوالم الموازيه دول، ويجيب مراته وبنته دول تاني للحياة، او مش للحياة يعني، هو يجيبهم للارض اللي هو فيها علشان يقدر يعيش معاهم. ودي طبعا انانية لانه هياخدهم من جوزهم اللي هو النسخة التانية منه في العالم اللي هيفتح عليه البوابة. المهم يعني بتدور المعركة ما بينهم، وزي ما قلنا بيج بين ده كان قوي جدا، بس بيقدر مايلز ان هو يكسبه في الاخر. ومن ساعتها بيبقى مايلز هو الحامي سوبر هيرو والبطل الخارق
وكل حاجة حلوة للمدينة دي. وده طبعا بعد ما بيتر باركر خلاص مات واتدفن، وكمان عمه الشرير مات واتدفن، وكمان بيج بين مات واكيد هيتدفن. بس مش مهم كل ده، المهم دلوقتي ان مايلز موراليس مبسوط وبقى. لما وصلت لنهاية فيلمنا يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا، وعيلة في كلمة ونص هتزيد بيك واحد، وما تنساش تفعل الجرس علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا أول بأول.